لو شايف بوكو اف 7 الترا غالي ومش هتقدر تشتريه، ممكن توفر في السعر وتشتري بنفس الميزات موبايل متكامل ومناسب لمحبي الالعاب مع معالج قوي سناب دراجون 8 جين 3، بطاريه ممتازه جدا 6000 ملي امبير، واي فاي 7، واعلى اصدار مساحه تخزين نزل يو اف اس 4.1، تردد رام عالي 4800 ميجا هرتز، وافضل شاشه هتشوفها الوان سطوع جوده محترمه جدا مش بتشوفها تحت $1000، بس هي موجوده في موبايل البوكو اف 7 برو، وللعلم ده الاصدار العالمي للريدمي كي 80 الصيني. ويمكن اكتر حاجه هتعجبك جدا اول ما تشوف البوكو عن الريدمي هو التصميم الجميل ده. ونرجع لموضوعنا، استمتع وجهز اللايك والاشتراك، يلا نبتدي. بيقدم تجربه محترمه جدا مع معالج قوي سناب دراجون 8 جين 3، دقه التصنيع 4 نانومتر، وعلى تقييم انتوتو وصل 2 مليون نقطه، ممتاز جدا، ونازل بتردد 120 هرتز، ممتاز في الاستخدام والتجربه، بيقدم تجربه سلسه وسريعه جدا في الحركه والتنقل. وفي الالعاب بيقدم تجربه محترمه مع معالج الرسوميات، في بابجي وصل 90 فريم، متوقع يوصلوا ل 120 مع التحديثات. هو في الاساس مخصص للالعاب اكتر من الاستخدام العادي، كل ده مع تجربه صوت ستيريو جميله. ولو بصينا على الشاشه هتلاقي شاشه ممتازه جدا في سعره، مقاس 6.67 انش من نوع فلو اموليد، بتدعم 68 مليار لون، و اتش دي ار 10 بلس ودولبي فيجن. نسبه الشاشه لجسم الموبايل 89.3%، وطبعا الجوده ال 2K، سطوع 3200 شمعه، ومعدل تعتيم شاشه عالي جدا 3840 هرتز. والمميز طبقه حمايه شاشه قويه باسم جوريلا جلاس 7 اي، مع شهادات حمايه العين والتوهج والجفاف. من الاخر شاشه متكلفه، التصميم بتاعه جميل ما انكرش ده، وافضل كتير من الكي 80. جزء الكاميرات تحسه تحفه فنيه ماشي بتناسق حلو مع رسمه الكاميرات، عجبني جدا. الظهر نازل بكيرف جميل لحد الفريم وهو الومنيوم ومسطح، بس نازل بكيرف خفيف لحد الشاشه مع سمك مقبول 8.1 مللي، والوزن تقيل شويه في اللعب والاستخدام الطويل 206 جرام، مش هعتبره مقبول. والمميز انه بيدعم مقاومه مياه معيار اي بي 68، بيدعم شريحتين نانو 5G مع اعلى اصدار واي فاي 7، بلوتوث 5 و4 مع وضع عدم التاخير الاصدار الخامس، NFC IR بلاستر خاصيه الريموت، وبيدعم الواجهه الجديده من شاومي هايبر او اس 2 مع اندرويد 15، وهيوصل له 4 تحديثات رسميه زي البوكو اف 7 الترا، وطبعا ميزات الاي اي المعتاده من شاومي، كل ده مع انيميشن جميل جدا وسرعه في الحركه والتنقل، ومساعده المعالج والتردد العالي والسوفت وير ممتاز جدا. ما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد، الكلام ده مش هوصيه، كفايه كده. وتعالوا نشوف الكاميرات، وهيقابلك كاميرتين بس، الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والثانيه 8 ميجا الترا وايد. وقبل الصور حابب اوضح ان الكاميرات مقبوله بس مش قويه زي المنافسين بنفس سعره، لانه في الاساس مخصص اكتر للالعاب. الالترا وايد مقبوله مع تفاصيل مقبوله، عكس الاساسيه تفاصيل افضل واوضح، اضاءه والوان افضل. الالترا وايد تحسها بكسله الوانها غامقه، عكس الاساسيه افضل، اضاءه والوان افضل، وضوح افضل، زي بعض بس الالترا وايد تفاصيل اقل، الاساسيه تفاصيل افضل واوضح، الوان افضل. هسيبك تركز في الصورتين كويس جدا وتوضح الفروقات بينهم في الكومنتات، ويقول لي شايف مين الافضل. الالترا وايد مقبوله بس الوان افتح وتحس الصوره ملسوعه، مع تفاصيل اقل، عكس الاساسيه تفاصيل افضل، الوان واضاءه افضل. افتكر الصورتين دول صعب تحدد مين الافضل فيهم، اضاءه، الوان، وضوح، وتفاصيل. سيبك انت تختار الافضل في الكومنتات. كفايه صور ونشوف تصوير الفيديو، هو بيصور 8K 24 فريم و4K 60 فريم، مقبول بشكل عام وثابت في الحركه. والسيلفي 20 ميجا بكسل مقبول، اضاءه مقبوله، تفاصيل مقبوله، وفي العزل مقبول، وعزل كويس مع اضاءه زياده وتفاصيل اقل. وللاسف بيصور فيديو 1080 60 فريم بس، مفيش 4K، مقبول بس مش قوي في التصوير. بينزل ببطاريه كبيره 6000 ملي امبير تكفي استخدامك وزياده، مع شاحن 90 واط، ومتوسط مده شحن حوالي 38 دقيقه. وللعلم بعض النسخ اللي بتنزل بدون شاحن، فلازم تتاكد قبل الشراء. وفي عيب كبير وده فرق عن الاف 7 الترا، وهو عدم دعمه للشحن اللاسلكي. نزلك بنسخه رام وحيده 12 جيجا بتردد عالي 4800 ميجا هرتز من نوع LPDDR5X، ومساحه التخزين باعلى نوع نزل حاليا يو اف اس 4.1، ونوعين بس 256 جيجا و512 جيجا، ولا يدعم تركيب كارت ميموري. باختصار عايزين نعرف الموبايل ده يستاهل وتشتريه ولا لا. عجبني البطاريه الكبيره والشاحن، بس ليه مش بيدعم اي سيم. عجبني الشاشه، جوده، الوان، سطوع، وتستحمل خبطات، بس الكاميرات مش الافضل بين المنافسين في سعره. عجبني مقاومه المياه والفريم الالومنيوم، السوفت وير الجديد والمعالج، بس للاسف لسه 90 فريم ببجي. كل ده مع تصميم جميل افضل من الريدمي. هيجي في بالك اهم سؤال في الفيديو، السعر كام؟ هو مقبول، نسخه 12 مع 256 جيجا سعرها العالمي $500، ولو لحقت تشتري من علي اكسبريس هتلاقيها بسعر اقل $400
$419 بس، ونسخه 512 جيجا بسعر $449 بس. مش عارف العرض هيخلص امتى، بس لو لسه شغال هنزله في الفيديو. وهو في المجمل ينفعك في الاستخدام العادي، الشغل، التصفح، المشاهده. شويه التصوير هو مقبول بس مش قوي زي المنافسين، والاكيد الالعاب وهو مخصص ليها. في الحالات دي اقول لك اشتريه، وطبعا في سعره في بدائل افضل في الكاميرات، انت اكيد عارفهم، ولو مش عارفهم ارتب تعليق وهعرفك. ما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد لايكات. تعبت جدا في المراجعه دي عشان اجيب لك كل المعلومات صح وفي اقل وقت ممكن، فلازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تك في الوطن العربي باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.